نيجي لحل كتاب الامتحان يا سادة على دائرة الار ال. بيقول لك السؤال الأول: إذا كان في الدائرة المقابلة المصدر المتردد المستخدم ليه قيمة فعالة لجهده ثابتة ويمكن تغيير التردد، يعني ينفع نغير الاف، يعني هنا الفي هي اللي ثابتة بس ينفع نغير الاف، ماشي. فإن القيمة الفعالة تزداد عند زيادة ايه؟ تزداد عند ايه؟ هل عند زيادة الاف ولا خفض الاف ولا زيادة الار؟ تعال نشوف. اولا انت عارف ان ال الذاتي بتساوي منال ميو ايه ان تربيع على ال ملف. طيب بنجيب منها الاكسل 2 باي اف ال، لو معاك ال جيب الاكسل، وبعدين تجيب الذات اللي هي جذر ار تربيع زائد اكسل تربيع، وبعدين تقول الاي بيساوي فيه على ذات. صح كده. ما هو من ال تجيب الاكسل، من الاكسل تجيب الذات، ومن الذات تجيب الاي، ماشي. هو عاوز الاي تزيد، ركز على الكلام الله يخليك. بيقول لك القيمة الفعالة للتيار تزداد عند ايه؟ عاوز الاي تزيد وقال لك الفي ثابتة، يبقى لازم الذات تقل. طب امتى الذات تقل؟ لما الاكسل تقل. امتى الاكسل تقل؟ لما الاف تقل. يبقى لما الاف تقل يبقى الإجابة عند خفض التردد. يبقى أنت عاوز الآي تزيد، يبقى الذات تقل. طب الذات تقل إمتى؟ لما الإكسل تقل. طب الإكسل تقل إمتى؟ لما التردد يقل، لأن ده علاقة طردية. سؤال حلو أوي. اللي بعده بيقول لك لما ندخل الساق الحديد دي جوه الملف إيه اللي يحصل لقراءة الفي؟ ده جهد إيه؟ ده جهد مقاومة اللي هو الفي ار. الفي ار بتساوي اي ار، والار ثابته. احنا هنشوف اللي يحصل للاي. طب ما الاي بتساوي في على زد، نرجع لنفس الحكايه. والزد بتساوي جذر ار تربيع زائد اكسل تربيع، والاكسل 2 باي اف ال، بقول نفس اللي قلته من شويه. وال الذاتي بتساوي منال ميو ايه ان تربيع على ال ملف. بص جمدان السؤال، هنحط حديد مطاوع، يبقى هنعمل ايه؟ يبقى على طول هنزود الميو، يعمل على تجميع وتركيز الفيض. يبقى ال الذاتي هتزيد، ولما ال الذاتي تزيد الاكسل تزيد، الاكسل تزيد تبقى الذات هتزيد، الذات هتزيد تبقى الاي هتقل، الاي هتقل يبقى جهد المقاومة يقل، يعني قراءة الفولتميتر تقل. يا سلام. لم كل القوانين. شوف اللي بعده. ايه العلاقة بين ذات وما بين التردد في دائرة الار ال؟ دائرة ملف ومقاومة ار ال. طب واحدة في دائرة الار ال يا حمادة الذات بتساوي جذر ار تربيع زائد الاكسل تربيع، وانت عارف ان الاكسل بتساوي 2 باي اف ال. ماشي، انا عايز ارسم رسمة بين مين ومين؟ بين الذات والاف. ابدأ معايا. لو الاف بصفر الذات هتبقى ايه؟ لو الاف بصفر يبقى الاكسل بصفر، بتبقى الذات بتساوي الار، بتساوي قيمة المقاومة. يعني لو الاف بصفر الذات لها قيمة. يبقى بص، لو الاف صفر أو النقطة هنا الذات لها قيمة هنا، وكل ما الاف تزيد الذات هتزيد معاها كده. يبقى هنا لو الاف بصفر الذات لها قيمة بس ثابتة. لا مش ثابتة. ليه؟ مع كل ما الاف هتزيد هتبقى في اكسل، صح؟ هيبقى في اكسل، يبقى هنا في قيمة زادت، يبقى الذات هتزيد، صح كده؟ يبقى دي غلط، هي دي اللي صح. طب ليه الباقيين مش صح؟ بص سوري، هي دي اللي صح. ليه الباقيين مش صح؟ لأن هنا لو الاف بصفر هل الذات بصفر؟ لا. لو الاف بصفر طلعت الذات بتساوي ار، يعني الذات لها قيمة، فدي غلط. هل عكسي؟ لا مش عكسي، مفيش علاقة عكسية بين الاتنين. خلاص، يبقى هي باقي الإجابة الصحيحة. السؤال ده مبتكر وجميل. يبقى هو قائم على إيه؟ قائم على إنك تبدأ أول نقطة في العلاقة، أول نقطة بس هي اللي تحل لك الحكاية. أنت عارف أهو إن الذات بتساوي جذر ار تربيع زائد اكسل تربيع، والإكسل 2 باي اف ال. أنا عاوز علاقة بين الذات والإف. ابدأ بأول نقطة. لو الإف دي صفر
الزد هتبقى كام؟ لو الاف صفر الاكسل صفر، الاكسل صفر يبقى زد بتساوي الار، يبقى هنا كده. في الدالة المبينة إذا تم تغيير مصدر التردد بآخر مستمر، يعني بدل ما هو متردد خلوه مستمر. ماشي. تكون النسبة بين I لما كان المصدر متردد على I لما يكون المصدر مستمر أكبر ولا أقل من واحد ولا بيساوي الواحد ولا إيه بالظبط؟ طيب واحدة واحدة. قول لي المعوقة أو الممانعة في الحالة الأولى والثانية. لما يكون المصدر متردد الممانعة تبقى الذات، يعني بيساوي جذر ار تربيع زائد اكسل تربيع. ده لما يكون متردد. ماشي. طب لما يكون مستمر، مستمر يعني الاف بصفر، يعني الاكسل بصفر، يعني الزد بتساوي الار. يبقى كانت جذر ار تربيع زائد اكسل تربيع، بقت الزد بتساوي الار. ايه اللي حصل للزد؟ لو تخيلت بارقام مثلا، هنا مثلا لو الار ب3 يبقى هنا الزد ب3. طيب هنا الزد لو 3 تربيع زائد 4 تربيع تبقى الزد هنا مثلا ب5. يبقى اللي يحصل ايه؟ بص، هنا زد كبيرة، هنا زد صغيرة، زد صغيرة. يبقى هنا زد كبيرة، هنا زد صغيرة. يبقى الزد قلت من الحالة الأولى للتانية، يعني زد أولا كبيرة، زد ثانيا صغيرة. يبقى هنخليها ايه؟ زد 1 كبيرة وزد 2 صغيرة. حلو. طب هو عايز اي 1 على اي 2، طب ما الاي عكس الزد. اي 1 على اي 2 تساوي زد 2 على زد 1. يبقى الصغير على الكبير تبقى اقل من 1، يعني باقي الاجابة الصحيحة. سؤال حلو جدا. اللي بعده. في الدائرة المقابلة احسب قيمة الزد. مديك الاكسل ومديك الار، بيقول لك الملف ده ملوش مقاومة، يبقى هو ملف له اكسل ب8 ودي ار ب6. عايزين الزد؟ تعويض مباشر، زد بتساوي جذر، فاكر انت، ار تربيع زائد اكسل تربيع. يبقى زد بتساوي جذر ال6 تربيع اللي هي ار تربيع زائد ال8 تربيع ب10 اوم. دي قيمة الزد. سهلة سهلة سهلة. ملف حس مقاومته الأومية 12 اوم، ادي الار ب 12، ادي الار ب 12 اوم. وأمر به تيار تردده اف في مصدر متردد اهو تردده اف، ومفاعلة حسية، ادي المفاعلة الحسية الاكس ال ب 18 اوم. احسب الزد. ماشي. الزد بتساوي جذر ار تربيع زائد اكسل تربيع، يعني جذر 12 تربيع زائد 18 تربيع تطلع معاك ب 21.6 من 10 اوم. ماشي. قال لك لو خلينا بقى التردد يزيد للضعف. الله، ركز. لو التردد ده بقى 2 اف، هل المقاومة تتغير؟ لا ما تتغيرش، هتفضل المقاومة ب 12. المقاومة لا تتغير بتغير التردد. طب لو التردد زاد للضعف، الاكسل هتزيد للضعف. ما هو الاكسل يا حمادة بتساوي 2 باي اف ال، فلو الاف زادت للضعف الاكسل زاد للضعف، فتبقى الاكسل في الحالة الثانية 18 في 2 ب 36. هنا الار والاكسل اجيب الزد، تبقى جذر 12 تربيع زائد 36 تربيع. جذر ار تربيع زائد اكسل تربيع تطلع بكام؟ تطلع معاك ب 37 و 95%، يعني ألف الإجابة الصحيحة. دائرة كهربائية تحتوي على مصدر متردد ومفاعلته وملف مفاعلته الحسية ضعف المقاومة. يعني لو المقاومة اسمها R فالإكس ال اسمها 2R. المفاعلة الحسية ضعف المقاومة. احسب زاوية الطور. ما هو تان سيتا حبيبي بتساوي إكس ال على R. الإكس ال قيمتها 2R، تبقى 2R على R. الار مع الار فيها الاثنين، يبقى شيفت تاني الاثنين تطلع معاك على الآلة ب 63.4، يعني ده للإجابة الصحيحة. سؤال حلو. اللي بعده. في الدائرة الموضحة بالشكل عند مرور تيار تردده اف، في الوضع الأولاني التردد اف. ماشي. تكون الاكسل بتساوي الار. ماشي.
وتكون المعوقة اسمها ذات واحد. طب ما نقدر نجيبها الذات واحد دي. اقف هنا، اقف هنا. الزد بيساوي جذر ار تربيع زائد اكس ال تربيع، يبقى زد بيساوي جذر ار تربيع زائد اكس ال تربيع. طب ما الاكس ال اسمها ار، يبقى حوش اكس ال تربيع دي خليها برضو ار تربيع، يبقى جذر 2 ار تربيع. ماشي، يبقى الزد واحد بتساوي جذر الاتنين بجذر 2، جذر الار تربيع بار، تبقى جذر 2 ار. ادي الزد واحد. بص بقى، فإذا زاد التردد إلى 2 اف كده غير الحالة، ولما يغير الحالة تبقى مقسومة نصين. كان التردد اف هيخليه 2 اف. حلو، 2 اف. طب احسب تكون ذات 2 كام من ذات واحد. طب اهدى، لما التردد يزيد للضعف اللي يحصل للإكسل هيزيد للضعف. يعني الإكسل هنا هتبقى اسمها 2 ار، والار زي ما هي اسمها ار. الار لا تتوقف على التردد. كانت الاكسل بار لما كان التردد اف، التردد يزيد للضعف الاكسل يزيد للضعف تصبح 2 ار. نيجي هنا نجيب الذات 2. ذات 2 بتساوي مين يساعدني؟ جذر ار تربيع زائد اكسل تربيع. جذر ار تربيع اهي، جذر ار تربيع زائد اكسل تربيع، لما نربع على 2 ار تبقى 4 ار تربيع، تبقى جذر 5 ار تربيع. يبقى اهو ذات 2 بتساوي جذر 5 جذر 5 جذر الار تربيع ار. اقسم يا ابويا ذات واحد على ذات 2 بجذر 2 ار على جذر 5 ار. اعملها اهو، ذات واحد على ذات 2 بجذر 2 ار على جذر 5 ار. اهو جذر 5 ار، الار مع الار. ماشي، هو عاوز مين؟ ذات 2 بدلالة ذات واحد، يعني عاوز دي في طرف لوحديها. يبقى ذات 2 بتساوي جذر 5 في ذات واحد، جذر 5 في ذات واحد على جذر 2. جذر 5 على جذر 2 فيها 1.6، يبقى 1.6 ذات واحد. إذا ذات 2 1.6 ذات واحد. جميلة 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 جميلة. اللي بعد ملف مقاومته الأمية اسمها ار عينيا، والاكسل اسمها جذر 3 ار. حلو، احسب زاوية الطول بين الجهد والتيار. عايز التان سيتا، تان سيتا بتساوي اكسل على ار، قانونها على طول. تان سيتا بتساوي اكسل على ار، يعني جذر 3 ار على ار. ار مع ار يطلع التان سيتا بجذر 3. شفت تان الانسر، شفت تان جذر 3، شفت تان جذر 3 تطلع ب60، الزاوية 60. عاوزينها بدلالة الباي. الباي يا حبيبي ب 180. طب ال 60 عبارة عن كام؟ عبارة عن باي على 3، يعني 180 على 3 فيها 60. ما هي باي الزوايا ب 180، لكن باي الحساب ب 22 على 7. يبقى أنا هنا 180 على 3 فيها 60، يعني باي على 3، يعني ألف الإجابة الصحيحة. اللي بعده بيقول لك في الدالة الموضحة بالشكل إذا تم غلق المفتاح، يبقى هو دلوقتي مفتوح وهنقفله، هنعمله غلق. لما يغير الحالة تبقى مقسومة نصين، حلو هو مفتوح وبعدين حلو هو مغلق. طب يلا، زاوية الطور يحصل لها ايه؟ هات الحالة الأولى زاوية الطور، هات الحالة التانية. الحالة الأولى أنا ماشي كده كده، المقاومة اسمها ار والإكس ال اسمها ار. حلو، هات زاوية الطور يبقى تان سيتا واحد وهو مفتوح بتساوي اكس ال على ار. اكس ال على ار يعني ار على ار فيها الواحد. شفت تاني الواحد تطلع الزاوية في الحالة الأولى ب45. ماشي، نيجي نقفل المفتاح. الحالة التانية عند الغلق اهو، امشي مع التاني هنا يتجزأ ار ضد ار بنص ار، تبقى المقاومة هنا هنعتبرها نص ار، المقاومة في الحالة التانية. ماشي، والاكس ال اسمها ار، الاكس ال اسمها ار. نجيب بقى نقول تان سيتا بتساوي اكس ال على ار، تان سيتا 2 الحالة التانية يعني وهو مغلق. اكس ال على ار، اكس ال اسمها ار على المقاومة اللي هي نص ار اهو، اكس ال على ار. ماشي، واحد على نص فيها الاتنين. شفت تاني الاتنين تطلع الزاوية في الحالة التانية
تطلع لا هات شيفت تاني الاتنين، تطلع السيتا 2 ب63.4. طب كانت 45 بقت 63 كده زادت ولا قلت؟ زادت، يبقى كلمة تقل دي غلط. طب زادت بمقدار كام؟ اوكي 63 و4 ناقص ال45 تطلع معاك ب18.4، يبقى هي زادت بمقدار 18.4، يعني ده الإجابة الصحيحة. سؤال برضو جميل جدا جدا جدا. اللي بعده ملف حس معامل حسه ذاتي ال اهو، ادي ملف له ال، مقاومته الأومية ب10 أوم، ال4 وصل مع مصدر متردد، ادي المصدر المتردد، الفي بتاعته ب6.5 فولت، والاف بتاعته ب30 على باي هرتز، وكان متوسط القدرة المستنفذة بس. قدرة مستهلكة، مين اللي بيستهلك قدرة؟ المقاومة طبعا. يا حبيبي يا حبيب قلبي، الملف لا يفقد قدرة ولا طاقة، ده بيخزن في صورة مجال مغناطيسي، خدناها في الدرس الأولاني. يبقى القدرة هنا في المقاومة بس، يبقى الباور المستنفذة هنا ب5/8، الباور هنا بس. ماشي، احسب ال الذاتي. طب مبدئيا كده في حتة حلوة، باور وار اقدر اجيب الاي، ما هي باور بتاعت المقاومة بتساوي اي تربيع ار. اقول لنفسي كده الباور ب5/8، اي تربيع مش عارفها، ال4 وادي ال10 دي هناك تبقى 1/10، يبقى الاي تربيع بتساوي 5/8 في 1/10. اعمل دول على الآلة وهات لهم الجذر، تطلع معاك الاي بقد ايه؟ تطلع الاي يا حمادة بربع امبير. حلو، روح حطها على الرسم، اكتب كده ان الاي بيساوي 25 امبير. والعب الخطة التانية. ايه الخطة التانية؟ معاك الاي والفي، تقدر تجيب الزد، ومن الزد والار تجيب الاكسل، ومن الاكسل تجيب ال. اجيبها ازاي يا دكتور؟ سهلة جدا يا باشا، الزد بتساوي الفي على الاي، الفي ب6.5، 6.5 على ربع، تطلع معاك 6.5 على ربع فيها 26 اوم. دي الزد، زد بتساوي جذر ار تربيع زائد اكسل تربيع، بتربيع الطرفين تبقى زد تربيع بتساوي ار تربيع زائد اكسل تربيع. زد تربيع يعني 26 تربيع، ار تربيع يعني 10 تربيع زائد اكسل تربيع. اودي دي بالسالب هناك تبقى 26 تربيع ناقص 10 تربيع، واجيب لها الجذر تطلع معاك قيمة الاكس ال يا صاحبي ب24 اوم. 24 اوم دي الاكسل، هو عايز ال، اقول له كده اكس ال بتساوي 2 باي اف ال. اكس ال بكام؟ ب24 بتساوي 2 باي في الاف اللي هي اهي 30 على باي، 30 على باي في ال باي باي. ال60 اللي هي 2 في 30 تيجي مقام هنا، يبقى ال الذاتي بتساوي 24 على 60، تطلع معاك ب4 من 10، 24 على 60 4 من 10، يبقى الإجابة ج من الإجابة الصحيحة. اللي بعده ملف حس مقاومته الأومية 2 أوم، ماشي دي الآر، ووصل مع مصدر متردد الفي بتاعته ب6 فولت، فكانت مفاعلته الحسية 1 أوم، الإكسل ب1 أوم. احسب القدرة المستهلكة. طب ثانية واحدة، دي الخطة الأولى اللي هي معايا الإكسل والآر أجيب الزد، ومن الزد أجيب الآي، ومن الآي هو عايز الباور. ماشي، الزد بتساوي جذر آر تربيع زائد إكسل تربيع، يبقى جذر 2 تربيع زائد 1 تربيع، يعني جذر 5. ما هي 4 1 5، جذر 5 للزد، جذر 5 أوم. أجيب الآي بيساوي في على زد، يبقى الفي اللي هي ب6 على زد اللي هي جذر 5 دي الزد. عايز الباور اي تربيع ار. مفيش باور بتفقد هنا حبيبي، ده بيخزن طاقة، لا يستهلك طاقة، ده بيخزن، لكن المقاومة هي اللي بتستهلك. يبقى هجيب الباور عند المقاومة بس، يبقى الباور بتساوي اي تربيع ار.
اي تربيع يعني 6 على جذر 5 تربيع في ار يا صاحبي ب2. بس خلصنا خلاص، اعملها على الآلة. 6 على جذر 5 تربيع ب2 تطلع ب14.4، يعني الإجابة ج من الإجابة الصحيحة. اللي بعده مصباح مقاومته الأومية 44 أوم. أدي هنا مقاومة بتاعت المصباح ب 44 أوم، دي الآر. وصل على التوالي مع ملف حس ومعاهم مصدر متردد. أدي المصدر المتردد الإف بتاعته ب 42 أوم، 42 هرتز النعس ده. اصحى يا دكتور. والفي ب 220 فولت. فمر تيار اي 4 امبير. بس الخطة التانية مادام مديك الاي الخطة التانية، عاوز الاي الخطة الأولى. وادي ملف حس عايز ال الذاتي بتاعه. الخطة التانية ايه الخطة التانية يا دكتور؟ اهو من الفي والاي اجيب الذات، ومن الذات اجيب الاكسل، ومن الاكسل اجيب ال. الذات بتساوي في على اي، يعني 220 على 4 فيها 55 صح كده؟ 55 اوم. اوكي زد بتساوي جذر ار تربيع زائد اكسل تربيع. بتربيع الطرفين تبقى زد تربيع بتساوي ار تربيع زائد اكسل تربيع. معايا الزد يبقى هنا 55 تربيع بتساوي 44 تربيع زائد اكسل تربيع. تطلع الاكسل ب 33. طب هو عايز ال، هقول له اكسل بتساوي 2 باي اف ال. الاكسل ب 33 بتساوي 2 باي في الاف 42 في ال اللي انت عايزها. يبقى 33 على 2 باي في 42 تطلع معاك ال الذاتي ب 125 من 1000. وحليناها مرتين في كتاب الدكتور. دي كمان حليناها. يقول لك اذا كان فرق جهد المقاومه يساوي فرق جهد الملف، احسب الاف. جهد الملف يساوي جهد المقاومه. جهد الملف اللي هو الفي ال اي اكسل. طب الفي ار اي ار. طب ما دي توالي يبقى نفس الاي، يبقى هيساوي الاكسل بالار. الاكسل 2 باي اف ال هيساويها بالار. الار ب 8 اهي. طيب هنا 2 باي الاف اللي احنا عايزينها في ال اللي هي 1 على 50 باي. باي مع باي. هنا بقى 2 على 50 يروحوا هناك يبقوا 50 على 2. تبقى الاف بتساوي 8 في 50 على 2 فيها ال 200 يبقى 200 هرتز. دي قيمة الاف، يعني ج الإجابة الصحيحة. اللي بعد ملف حس معامل حسه ازاي تركز. 1 من 100 ومقاومته الأومية 1 أوم. اهدى. ادي ال ذاتي 1 من 100 هنري. المقاومة الار ب1 اوم. وادي المصدر 200 فولت والاف ب50. عاوز التيار بيتأخر ولا يتقدم عن الجهد وبزمن قد ايه. ابدأ واحدة واحدة. ابدأ واحدة واحدة. انا عندي ال اقدر اجيب الاكسل. الاكسل بتساوي 2 باي اف ال. ادي 2 الباي 22 على 7 الاف ب50 ال ب1 من 100. تطلع معاك قيمة الاكسل بقد ايه عشان ننجز. تطلع الاكسل ب 22 على 7. 200 ماشي. 22 على 7 اوم. دي الاكسل ماشي. تعال نجيب الزاوية. بتأكد بس 2 في 50 يعني 100 في 1 من 100 فيها 1. 1 في 22 على 7 صح مظبوط. دي الاكسل. يبقى عندي الاكسل ب 22 على 7. معايا اكسل وار اقدر اجيب ايه التان سيتا. تان سيتا بتساوي اكسل على ار، يعني 22 على 7 على الار اللي هي بكام؟ بواحد. شيفت تان انسر تطلع الزاوية بقد ايه؟ تطلع الزاوية معاك بكام؟ ب 72 و 34 من 100. 7 2 علامة 3 4. دي السيتا. هو عايز الزمن يا صاحبي. يعني كده الفي تسبق الاي
بزاوية 72 وحتة. أنا عايز الزمن. حبيبتها ما هو سيتا بتساوي 2 باي اف تي، خدناها في درس الدينامو زمان. الزاوية 2 باي اف تي، الزاوية 73 علامة 3/4، 2 في 180 اللي هي الباي بتاعت الزاوية، في الاف اللي هي ب50 في التي. تطلع التي بقد ايه؟ تطلع التي غالبا ب4 من 1000. تي بتساوي 4 من 1000 كده. يبقى الفي تسبق الاي ب4 من 1000 ثانية. هو بادئ بالاي، يبقى الاي يتأخر، ما هو الفي هي اللي سابقة. اي يتأخر عن الفي ب4 من 1000 ثانية. فين اهي الاي بيتأخر عن الفي ب4 من 1000 ثانية. جميلة 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 جميلة. اللي بعده في الشكل المقابل، إذا كانت الفي 1 ب10 فولت، في هنا 10 فولت اللي هي الفي ار، عاوز الفي 2 بقد إيه؟ اللي هي الفي ال. يا جدعان حرام عليك، اوعى تقول لي 10 يبقى دي 10 عشان تبقى 10 و10 20. يا عبيط، لا يجمع جمع جبري. في الكلية بتساوي جذر في ار تربيع زائد في ال تربيع. في الكلية ب20 بتساوي جذر في ار تربيع يعني 10 تربيع زائد في ال تربيع بتربيع الطرفين، تبقى هي 20 تربيع. ولما نربع الطرف التاني هيروح الجذر، يبقى 20 تربيع بيساوي 10 تربيع زائد في ال تربيع. يبقى هو 20 تربيع ناقص 10 تربيع، واللي يطلع اجيب له الجذر، صح كده؟ هيطلع معاك في الاخر قيمة الفي ال ب10 جذر 3. في ال دي اللي هي في 2 جهد الملف. يبقى انا عندي دي ب20 وعندي دي ب10، اجيب دي خلاص تطلع بيها 10 جذر 3. ألف الإجابة صحيحة. اللي بعد في الشكل المقابل، احسب المعوقة الكلية. دي الخطة الأولى، إن ال أجيب الإكسل. معاك إكسل وآر تجيب الزد، ممكن تكمل إن من الزد تجيب الآي لو هو عايز. طب أنا معايا ال أجيب منها الإكسل. وات إز ذيس ال؟ أجيب منها إيه؟ إكسل. إكسل اللي بتساوي 2 باي اف ال، يعني 2 باي في الإف 50، ال 7 على 440. عوض مكان الباي دي ب 22 على 7 عادي. 22 على 7. لم دول على الآلة. أنا مخلصك من شغل الآلة عشان تنجز، ببقى مجهزه علشان وقت الفيديو ما يطولش. تطلع معاك الإكسل ب5 أوم. 5 أوم. طب معايا الإكسل 5، معايا الآر ب12. أقدر أجيب مين؟ أقدر أجيب الزد. الزد بتساوي جذر آر تربيع زائد إكسل تربيع، يعني جذر ار تربيع يعني 12 تربيع زائد 5 تربيع، تطلع ب13 اوم. دي قيمة الزد، يعني باقي الإجابة الصحيحة. اللي بعد ملف معامل حاسه ذاتي 7 على 44. ادي الملف ال بتاعته 7 على 44، والاكسل بتاعته 50 اوم، معاه مقاومة ار ب30 اوم. اولا بيقول لك احسب التردد. طبعا هنا في مصدر متردد، عايز التردد اف. يا راجل حرام عليك، معاك الاكسل والال، عايز الاف. اكسل بتساوي 2 باي اف ال. عوض الاكسل ب50 بتساوي 2 في 22 على 7 في الاف اللي انت عايزها. ال اللي هي 7 على 44. ممكن من غير الآلة 7 مع 7، دي فيها الواحد دي فيها الاثنين، الاثنين تروح مع الاثنين، تطلع الاف ب50 هرتز على طول. يا سلام يا سلام، اهي الاف ب50 هرتز. طب عاوز المعوقة ذات الزد بتساوي جذر ار تربيع زائد اكسل تربيع، يعني الزد بتساوي جذر ار تربيع يعني 30 تربيع زائد 50 تربيع. اهو 30 تربيع زائد 50 تربيع، طلع على الآلة بكام؟ 58 و3، يعني باقي الإجابة الصحيحة. اللي بعد ملف تشغيل. مفاعلته الحسية ادي الاكسل ب40، مقاومته الأمية ادي الار، وادي في الكلية. عاوز عايز كل حاجة ماشي. عاوز الزد بتساوي جذر ار تربيع زائد اكسل تربيع،
يعني جذر 30 تربيع زائد 40 تربيع فيها ال50. دي سهلة جدا، يبقى كده المعوقة ب50. عاوز الاي بتساوي في على زد. الفي من ذلك هو ب5 على زد 50 فيها 1/10. 1/10 امبير. عاوز الزاوية سيتا، اقول له كده تان سيتا بتساوي اكسل على ار. اكسل يا زميلي ب40 على ار ب30. 40 على 30 شفت تاني الانسر تطلع السيتا ب53 و13 من 100، يعني ج الإجابة الصحيحة. اللي بعده مصباح مقاومته ار، يبقى المصباح ده كده كده مقاومته ار. ماشي. عايز مين في دول يكون المصباح أكثر إضاءة، يعني أكبر اي، عشان الإضاءة اي تربيع ار. ماشي، أنت عاوز أكبر إيه؟ أكبر اي. حاضر، الاي هنا بتساوي في على ار، في على كل الارات، في بي على ار كابيتال زائد ار سمول، او في بي على كل الارات. الفي بي اسمها في، الارات اسمها 2 ار، كانها نص في على ار، يعني نص. اعتبر الطريق هنا بنص. ماشي، ده مصدر مستمر، يعني الاف بصفر برضه، يعني الاكسل بصفر. خلاص مفيش اكسل. عندي ارتين، يبقى الاي بتساوي في بي على كل الارات. الفي بي ب2 في، الارات ار وار 2 ار، يبقى 2 في على 2 ار تطلع 1 في على ار. يبقى هنا التيار طلع 1، هنا طلع نص، هنا طلع 1. تعالى هنا بيقول لك ايه؟ عندي ار وار وعندي اكسل. يعني انا هقول كده ان الاي بتساوي في على زد، في على جذر ار تربيع اللي هي 2 ار لما تتربع تبقى 4 ار تربيع. زائد الاكسل تربيع. طب ما دي هتبقى قيمة كبيرة خالص، فالاي تبقى صغيرة. لما هنا الزد كبيرة خالص فالاي تبقى صغيرة جدا. ده نفس الحكاية، الاي بتساوي في على زد الفي اللي هي نص في اهي على الزد اللي هي جذر ار تربيع، دي 1 و2 3، يبقى هنا 3 لما تتربع تبقى ايه؟ 9 ار تربيع زائد هنا 2 اكسل تبقى هنا 4 اكسل تربيع. دي مشكلة دي زائد كبيرة جدا، يبقى الاي صغيرة جدا جدا جدا. طب دي اي صغيرة ودي اي صغيرة عشان فيه ممانعة تاني دخلت. يعني بص، هنا الممانعة مقاومات بس، لكن هنا في مقاومات واكسلات، فانا كده كده مستبعد دول، لان هنا دول ليهم ممانعة اكبر اللي هي الزد، وبالتالي تيار اقل. انا عايز اكبر تيار، يبقى هنا التيار هنا نص، التيار هنا 1، اختار الواحد. ده اكبر تيار يديني اكبر اضاءة. يبقى تاني مصدر مستمر يعني الاكسل بصفر على طول، مصدر مستمر يعني الاف بصفر يعني الاكسل بصفر، فهنا اتلغى قيمة الاكسل من هنا. فالتيار هنا الجهد الكلي على المقاومة الكلية يبقى في على 2 ار، فكأنها نص في على ار. هنا 2 في على 2 ار بقى 1 في على ار. ده تيار اكبر، يبقى ده اكبر. طب ليه ما ركزتش مع دول بقى عندي؟ بص، في كل دايره فيهم عندي المقاومات دي ممانعه، وكمان في اكسل ممانعه تاني، فكده الممانعه بقت كبيره، لها ذات، لها معوقه كليه، وبالتالي هنا ممانعه كبيره هيدوني تيار صغير. انا عايز اكبر تيار، يبقى باقي الاجابه الصحيحه. يا سلام يا فيزياء. اللي بعده مصدر متردد 100 فولت. ادي المصدر 100 فولت 50 هرتز، يعمل في دايرة تحتوي على مقاومة أومية 30 أوم. أدي الار ب 30. وملف حث معامل حثه الذاتي الذاتي ب7 على 35. حالة كتير جدا دي. عايز الاي، طبعا من ال هجيب الاكسل، او الاكسل بتساوي 2 باي اف ال. من الاكسل هجيب الذات، ومن الذات هجيب الاي. طب 2 باي ب 22 على 7 في اف ب 50 في ال اللي هي بكام عندك؟ ب7 على 35. تطلع معاك قيمة الاكسل بقد ايه؟ تطلع ب 62 علامة اعتقد 8.3 من كتر ما حليناها خلاص سبت دي. الزائد بتساوي جذر ار تربيع زائد اكسل تربيع.
يعني جذر 30 تربيع زائد 62 و83% تطلع معاك بقد ايه؟ تطلع معاك ب69.6. دي الزد. هات الاي بتساوي في على زد. الخطه الاولى على طول، من ال جبنا الاكسل، ومن الاكسل جبنا الزد، ومن الزد جبنا الاي. الخطه الاولى احنا مقسمين خطتين. في على زد الفي بكام؟ 100 على 6 9 علامه 6 تطلع الاي بواحد علامه 4 1 44%. عايز زاويه الطور اقول له كده تان سيتا بتساوي اكسل على ار. الاكسل ب 6 2 علامه 8 3 على الار ب 30 شيفت تان الانسر تطلع معاك قيمتها ب 64.49%. عايز جهد المقاومه وجهد الملف في ار وفي ال. الفي ار اي ار، الاي بواحد 44% اهي، في الار يا صاحبي ب 30 تطلع 43.2 فولت عشان ده جهد المقاومه. جهد الملف اي اكسل، الاي يا صاحبي بواحد 44% والاكسل انت جايبها في اول خطوه ب 62 علامه 8 3 على آلتك الحلوه تطلع ب 90.5، يبقى 43.2 90.5، يعني ده الاجابه الصحيحه. اللي بعده وصلت مقاومه اوميه مقدارها 15، ادي مقاومه 15 اوم بملف حس عديم المقاومه، ادي ملف حس عديم المقاومه ماشي على التوالي. هو مصدر متردد قوة الدفع 60 فولت، ادي اللي فيه الكلية 60 فولت ودي الار ماشي. بيقول لك اذا كان فرق الجهد بين طرفي المقاومة 45 فولت بس، يبقى الجهد اللي هنا هو اللي فيه ار 45 فولت. احسب الاكسل واحسب الفي ال، سهلة جدا. اولا معايا في ار وار، اقدر اجيب الاي ما الاي ممكن اجيبها من في الكليه على زد، او في ار على ار، او في ال على اكسل. بجيب الاي من في ار على ار، جهد المقاومه على المقاومه نفسها يديك التيار. يبقى هنا 45 على 15 ب 3 امبير، ده التيار خلاص جبناه ب 3 امبير بس خلاص. الخطه الثانيه من الفي والاي اجيب الزد، ومن الزد اجيب الاكسل. يبقى الزد بتساوي في على اي، الفي ب 60 على الاي ب 3، يبقى الزد ب 20. من الزد اجيب الاكسل، او الزد بتساوي جذر ار تربيع زائد اكسل تربيع باخذ تربيع الطرفين، تبقى زد تربيع بتساوي ار تربيع زائد اكسل تربيع. زد تربيع يعني 20 تربيع، ار تربيع يعني 15 تربيع زائد اكسل تربيع. يبقى هنا هودي دي بالسالب، تبقى 20 تربيع ناقص 15 تربيع، واجيب لها الجذر تطلع معايا قيمة الاكس ال بقد ايه؟ ب 13 علامة 2 3. دي الاكسل. طب هو عاوز الفي ال، الفي ال اي اكسل. الاي بكام؟ الاي جبناها من اول خطوة ب 3 امبير، في الاكسل لسه جايبينها حالا ب 13 علامة 2 3. اضرب 3 في 13 علامة 2 3 تطلع 39 و69%. جميلة جميلة جميلة. اللي بعده ملفين متماثلين لكل منهم حس ذاتي، يعني بص ده له ال يعني له اكسل، وده له كمان اكسل، وده ليه ار وده ليه ار، وفي ار تاني اهي ماشي. عند غلق المفتاح كي ايه اللي يحصل للاي الفعالة وايه اللي يحصل للتنسيت؟ طيب نبدأ بالاي عشان سهلة. ليه؟ بص قبل الغلق كان التاني بيعدي على اكسلاية وقراية واكسلاية وقراية ودي قراية تاني، يعني بيعدي على 2 اكسل وبيعدي على 3 ار ماشي، يعني ممانعة كبيرة، فلما نقفل المفتاح التاني هيعدي كده، هيعدي على اكسلاية وقراية وبعدين ياخد السكة السالكة ويسيب المطبات. فاكر زمان الفصل الاول اختار سلك عديم مقاومة ويسيب دول، حلو قوي. يبقى كده هيعدي على اكسلاية وقراية بس، كده المعوقة قلت كانت كبيرة وقلت، يبقى التيار يزيد، يبقى الاي افكتيف يزداد من غير ما تحل اي حاجة. طيب تعالى التنسيق في الوضع الاولاني وفي الوضع الثاني ماشي. تنسيق 2. الوضع الاولاني بعدي على
2 اكسل و3 ار صح؟ بعدي على اكسل واكسل 2 اكسل و3 ارات. طب ما هو تان سيتا اكسل الكليه على ار الكليه، اكسل الكليه ب 2 اكسل و3 ار، كده كانها 2 على 3. طب في الوضع الثاني هعدي بص على اكسلايه وقرايه بس، يبقى تان سيتا بتساوي اكسل على ار، يعني 1 اكسل على ار. كان التلتين بقت 1 يبقى السيتا زادت، ما هو لما التان سيتا تزيد من تلتين ل1 يبقى السيتا هتزيد، يبقى السيتا زادت والاي افكتيف زادت، يبقى تزداد وتزداد يا حماده. سهله جدا. اللي بعده ملف عديد مقاومه متصل مع مصدر، ادي المصدر 260 فولت واميتر بيقرا 2 امبير، يبقى التيار هنا 2 امبير. دي الخطه الثانيه، معايا الاي والفي، هجيب الزات ومن الزات اجيب الاكسل والاكسل اجيب ال. ماشي نكمل. فاذا علمت ان النسبه بين فرق جهد طرفي الاميتر، ده الاميتر ده عباره عن مقاومه، ده الاميتر ده الاميتر جهده الى جهد الملف 5 على 2، يعني ده الاميتر له في ار وده له في ال، يعني بيقول لك ان الفي ال على في ار ب5 على 2 اهو، في ال على في ار بيساوي 5 على 12. سوري 5 على 12. عاوز نسبة ار الى اكسل. طيب ماشي، فك دي في ال على في ار، ده في ار على في ال، بيقول لك النسبة بين جهد الاميتر اللي هو الفي ار الى جهد الملف، يبقى هنا الفي ار على الفي ال ب5 على 12، في ار على في ال. اقراها تاني لو مش فاهم. اذا علمت ان النسبة بين جهد الاميتر ده له مقاومة، ماشي، يبقى جهد الاميتر الى جهد الملف يبقى في ار على في ال ب5 على 12. ماشي، فك الفي ار اي ار على فك الفي ال اي اكسل بيساوي 5 على 12. طب تقرا الاي مع الاي عشان دول توالي، التيار ثابت، يبقى ار على اكسل ب5 على 12. هو هنا عايز ار على اكسل، ار على اكسل ب5 على 12 بس. يبقى لو اعتبرت الار ب5 هعتبر الاكسل ب12، يعني لو الار ب5 ار الاكسل ب12 ار. ماشي. طب واحده واحده، عاوز معوقة الدايرة. هو طيب مين المعوقة؟ انت تقدر تجيب الذات بطريقة سهلة جدا، معاك الاي الكلية وفي الكلية، تقدر تجيب ذات الكلية. الذات بتساوي في على اي. الخطة التانية الفي ب 260 على الاي ب2 تطلع ب 130 اوم. ماشي 130 اوم. عاوز الار وعايز الاكسل، سهلة برضو، معاك الذات ومعاك نسب الار الى الاكسل. يعني ايه؟ لو اعتبرت الار اسمها الار توتال اهو اسمها 5 ار، يبقى اقعد اعتبر الاكسل 12 ار، الاكسل 12 ار. تعال نحل بدول نجيب قيمة الار ومن الار نعوض هنا. ماشي، اقول الذات بتساوي جذر ار تربيع زائد اكسل تربيع بتربيع الطرفين، تبقى ذات تربيع بتساوي ار تربيع زائد اكسل تربيع. ذات تربيع الذات اهي 130 تبقى 130 تربيع بتساوي ار تربيع ربع دي تبقى 25 ار تربيع زائد اكسل تربيع تبقى 100 ربع دول 144 ار تربيع. اجمع دول ماشي، وهات جذر الطرفين هتطلع معاك الار غالبا ب10 صح كده؟ الار هتطلع بكام؟ ب10 فعلا، الار ب10، الار ب10. ماشي. طب انا عايز ار الكليه اللي هي 5 ار، 5 ار يعني 50، تبقى ار الكليه 50 اوم. طب اكسل الكليه 12 في ار، يبقى 12 في 10 ب 120 اوم، يبقى 50 اوم والتانية 120 اوم. سؤال جامد جدا جدا جدا، حلو قوي. اللي بعد، إذا وصل ملف بمصدر تيار مستمر، أدي ملف ما قالش عديم مقاومة، إذا ده ملف له مقاومة مع مصدر مستمر قوته الدفع 11 فولت، الفي بي هنا ب 11 فولت، وشريط التيار الآي
ب2.2 أمبير. هتقول لي اتحلت، هقول لك معلش في الإعادة متعة وإفادة. ماشي. عند توصيل نفس الملف أهو، نفس الآر بالملف أهو، بمصدر متردد تردده 50 هرتز، قوته الدفعة 13 فولت، احسب قيمة ال الذاتي على مهلك. ده مصدر ايه؟ مستمر، يعني الاف بصفر، يبقى الاكسل بصفر، ما الاكسل 2 باي اف ال. كده فاضل لي الار اللي هجيبها. الار بتساوي في بي على يبقى 11 على 2.2 تطلع 5 اوم. المقاومة 5 اوم. خدها كوبي بيست، يبقى هنا المقاومة 5 اوم مقسومة نصين يا صاحبي. هنا عايزين بقى الاكسل والال. سهلة جدا. ليه؟ معاك الفي وهو قال لك الاي ب1 امبير، هنا اهو 1 امبير، الاي ب1 امبير. الخطة التانية معايا في واي، اجيب الزد. الزد بيساوي في على اي، 13 على 1 فيها 13 اوم. اقول زد بتساوي جذر ار تربيع زائد اكسل تربيع. معايا الزد والار، اجيب الاكسل، هعوض مكان الزد والار، اجيب الاكسل تطلع الاكسل ب 12. بعدين اقول الاكسل بتساوي 2 باي اف ال. اكسل ب 12، 2 باي 7 الاف 50 في ال. هتدور هنا في المقام تطلع ال مع سيادتك ب 25 ب 8 كام؟ 38,000. طلع 38,000 على الآلة. خلاص اتحلت كتير قوي دي. اللي بعده برضه اتحلت كتير، بس معلش بيقول لك ايه؟ ملف حاسه الذاتي، ادي ملف ال الذاتي بتاعته ب7 على 2.75، ومقاومته الأومية 6 أوم، دي الآر، مع مصدر 6 فولت. بيقول لك إذا كان المصدر ده متردد والإف بتاعته ب50، احسب قيمة الآي. سهل جدا. أنا كده عندي ال، أجيب منها الإكسل. إكسل بتساوي 2 باي إف ال، يعني 2 في 22 على 7 في الإف اللي هي ب50 في ال اللي هي 7 على 275 تطلع 8 أوم. دي الإكسل ب8. أجيب الزد، جذر ار تربيع زائد اكسل تربيع، يبقى جذر 6 تربيع زائد 8 تربيع فيها 10. دي الزد. أجيب الاي في على زد، 6 اللي هي الفي، زد ب10 تطلع 6 من 10. بس كده. ده الجزء الأولاني. بيقول لك بقى لو المصدر ده مستمر، يعني هنحوش المصدر ده هنخليه مستمر وبرده 6 فولت. مصدر مستمر يعني ايه؟ كله رد عليا، يعني الاف بصفر، يعني الاكسل بصفر، مفيش اكسل، يبقى اللعب على الار. معايا ار ب6 والفي ب6، اجيب الاي. الاي بتساوي في على ار، تبقى 6 على 6 فيها 1 امبير. خلصت خلاص. جميل. اللي بعد ملف معامل حاسه الذاتي، ادي ملف ال الذاتي ب2 هنري، وصل على التوالي مع مقاومة 1950 اوم، مع مصدر متردد، فكانت زاوية الطاقة سيتا الكلية 45. ماشي. والاف 500 على باي. احسب قيمة المقاومة بتاعت الملف، يعني الملف ده ليه مقاومة تاني هنا هو عايزها، سميها اي حاجة، سميها اكس. عايزين الاكس دي. في مقاومة عندي ومقاومة مش عندي. كنت بقولك لو في مقاومة عندي ومقاومة مش عندي اعتبر انه مش عندي، كأني ما عنديش مقاومات. اجيب المقاومة الكلية اطرح منها اللي عندي يديك اللي مش عندي. طب ازاي؟ مبدئيا معاك الاف والال، هات الاكسل. 2 باي اف اللي هي 500 على باي في ال اللي هي ب2، تطلع معاك ب2000. دي اكسل الكلية. طب مش انت عارف ان تان سيتا، ما هي سيتا اهي، تان السيتا بتساوي اكسل الكلية على ار الكلية، اكسل الكلية على ار الكلية. ماشي. تان سيتا يعني تان 45. ماشي. بتساوي اكسل الكلية اللي هي ب2000 على ار الكلية، يبقى ار الكلية بتساوي 1 في 2000 على 245 تطلع ار الكلية ب2000. حلو. الارات كلها ب2000، عندي منها 1950، يتبقى هنا كام؟ 50.
يبقى المجهولة بتاعتي ب50. يبقى لو في ار عندي وار مش عندي اعتبر ان ما عنديش ارات، اجيب ار الكلية اطرح منها اللي عندي يديني اللي مش عندي. يا جمالك يا جمالك يا فيزياء. اللي بعده العنصرين اكس وواي عبارة عن ايه؟ بص يا سيدي، مبدئيا كده امسك التيار، ادي التيار اهو، هو عامل لك عليه كلمة اي اللي هو المنقط ده، هو جاي عليه كده وعامل لك اي، ده راجل جدع. بص العنصر اكس، العنصر اكس ده عبارة عن الفي بدأت مع الاي، يبقى دي مقاومة، لأن المقاومة الفي والاي لهما نفس الطور، يبقى الاكس ده مقاومة، ده مقاومة. ماشي. طب الواي، الفي بتاعته سبقت الاي، هنا الفي سابقة الاي، يبقى ده ملف حس، ده الازرق ده ملف حس عادي مقاومة. يبقى انا عرفت الاحمر مقاومة والازرق ملف حس. ماشي، يبقى عندي مقاومة وملف حس، يبقى الاكس والواي مقاومة أمية وملف حس. كمل. عاوز زاوية الطور الكلي بين الفي والاي، عايز زاوية الطور بين الفي والاي. اهدى بس اهدى بس الله يخليك، بص على الارقام ربنا هيسترها ان شاء الله. اعلى في لملف الحس ب8. ماشي، ده هنا بين الايه؟ اعلى في. ماشي، لو انت مركز بقى هعتبر كده ان في الماكسيموم ب8 فولت. ماشي. طب المقاومة الفي ار ماكسيمم اهو ب6. طيب معايا الفي ار ومعايا الفي ال، اقدر اجيب في الكلية ماكسيمم برضه. في الكلية بيساوي جذر في ار تربيع زائد في ال تربيع، تطلع ب10 فولت. دي الفي الكلية ماكسيمم. اول طلب هو طالب ايه؟ هو عاوز زاويه الطور تان سيتا. اقول له تان سيتا بتساوي في ال على في ار او اكس ال على ار، ادي في ال على في ار. كده كده لو دي اتضربت في 707 من 1000 ودي في 707 من 1000 هيطيروا مع بعض، فكده كده هتطلع النسبه 8 على 6 اهي في ال على في ار. تقول لي بقى بشتغل بالفعاله. حبيبي ما انا لو الفعاله ضربت هنا في 707 من 1000 وضربت هنا في 707 من 1000، لما تحطوا في النسبة هيطيروا مع بعض، دي هتروح مع دي. فشفتين 8 على 6، شفتين 8 على 6 تطلع السيتا ب 53 و13. 53 و13 فين؟ اهي، دي الإجابة صح. طب عايز الفي مصدر. طب أنا قلت جهد المصدر الماكس ب10، بس أنا ما بشتغلش بالماكس، بشتغل بالفعالة. راح أضربها في 707 من 1000 تطلع 7.7 فولت، ده جهد المصدر الفعال. يبقى انا كأني معايا الفي بكام؟ ب7 علامة 07، ده الفي. ماشي. عاوز المعوقة. طب ما انا لو قسمت في على زد تديني الفي على اي، تديني زد، في على اي تديني زد. هي فين الاي عشان اجيب الزد؟ تعالى نجيب الاي سوا. بص كده، فين الاي؟ خط الاي اهو، اعلى اي عند الاربعة، دي قيمة الاي ماكس. اضربها في 707 من 1000 تديني الاي الفعالة. يبقى الاي عبارة عن 4 في 707 من 1000، دي كده اي الفعالة. هقسم في الفعالة على اي الفعالة تديني الزد. الفي 7 علامة 07 على 4 في 707 من 1000. خلاص، تطلع معاك بكام دي؟ ب2.5. يعني دي من الإجابة الصحيحة. وبكده يا صديقي انت انهيت تماما كل اسئله دائره الار ال من كتاب الامتحان، ودول كافيين جدا بتوع كتاب الدكتور مع كتاب الامتحان. انت كده انهيت تماما كل الاسئله بتاعه دائره الار ال. نلتقي في المحاضره القادمه مع دائره الار سي الدائره الخامسه. انتظرونا.